آلام الصدر طبعا لازم احنا نشوف اذا كانت قلب ولا لا، فعشان اعرف اذا كانت قلب ولا لا لازم اعرف كل اسباب آلام الصدر. آلام الصدر مش لازم تبقى قلب فقط، ممكن تبقى آلام في القفص الصدري نفسه، في جدار القفص الصدري، ممكن تبقى في الجلد زي مرض اسمه الحزام الناري او الهيربس زوستر، ممكن يبقى نتيجة خبطة في الصدر، الخبطة دي ممكن تعمل ألم في الصدر، يعني تروما، يعني خبطة كدمة. ممكن يبقى مرض في الجهاز التنفسي في الرئة أو في الغشاء البلوري المحيط بالرئة يعمل ألم بالصدر. ممكن يعني الحاجة اللي ساعات الناس بتنساها إن ممكن يبقى في بعض الأحيان اللي هي أعراض الجهاز الهضمي، اللي هو القرحة أو المريء، لما يبقى فيه مشكلة ارتجاع المريء ممكن يشتبه ويعمل ألم في الصدر. فكل الأسباب دي بتعمل آلام الصدر. القلب نفسه في أسباب مختلفة إن هو يعمل ألم في الصدر، في أمراض الشريان التاجي اللي هي الذبحة الصدرية أو جلطة القلب، اللي هي من أول الذبحة الصدرية المستقرة لغاية جلطة القلب الحادة. في ممكن يبقى التهاب الغشاء التاموري اللي هو المحيط بعضلة القلب ممكن يعمل آلام بالصدر. المفروض المريض اللي يحس بألم في الصدر أيا كان هذا الألم يتجه لدكتور القلب الأول. دكتور القلب بيبقى عنده القدرة ان هو يحلل الآلام دي شكلها ايه ووقتها قد ايه وازاي بتيجي. الآلام دي اختارها اللي هو الآلام القلب او آلام الذبحة. آلام الذبحة بتتميز بالآتي: ان هي بتيجي من 3 ل 5 دقائق، ان هي بتيجي في منتصف الصدر، او بتيجي ممكن تسمع في الذراع، ممكن تسمع في الدقن، ممكن تسمع في الكتف، ممكن تسمع في الظهر، وممكن تيجي بأي شكل. يعني في حاجة اسمها تيبيكال بريزنتيشن اللي هو يعني الآلام الصريحة الصارخة بأن دي ذبحة، وساعات بتيجي بأي شكل. الآلام دي اسمها ذبحة صدرية مستقرة، أو إن هي ممكن تبقى جاية بقى الألم ده لو زاد أكتر من تلت ساعة أو اتكرر بصورة أكتر أو جه عند مجهود أقل من اللي كان بيجي عليه الأول أو ما راحش لما الإنسان ارتاح، ده بتبقى ذبحة صدرية غير مستقرة. إحنا حللنا كده الألم. أهم فحص وأسهل فحص وأرخص فحص هو رسم القلب العادي. رسم القلب العادي بيظهر أو بيشخص حالات الذبحة أو الشريان التاجي في حوالي 80% من الحالات. يعني في 20% ممكن يبقى رسم القلب طبيعي تماما، يبقى رسم القلب طبيعي تماما ويبقى فيه جلطة، يعني لدرجة مش لازم يبقى ذبحة أو كسور شريان تاجي، لا. يعني في جزء رسم القلب ما بيقدرش يسيطر على التشخيص بتاعه. أيوة. بالشكل الدقيق، مظبوط، فما بيديش إشارات إن في مشكلة في القلب. في بعض بقى المبتدئين من الأطباء أو كده ممكن يروح المريض ده والمريض ده يموت في البيت أو يحصل له مضاعفات. فلازم أنا لو أنا يعني شكوة المريض هي الأساس. شكوة المريض هي الأساس. وفي حاجة اسمها البروبابيليتي، الاحتمالية. الاحتمالية إزاي؟ يعني أنا لما ألاقي مريض عنده سكر وعنده ضغط وبيدخن وعنده كوليسترول عالي وعنده تاريخ مرضي في الأسرة إنه هو في ذبحة أو جلطة أو موت مفاجئ، ده لازم حتى لو سليم أنا أعتبره مريض إلى أن يثبت العكس. بس حضرتك قلت كل العوامل مع بعض. ممكن يبقى حد عنده عامل واحد، عنده سكر بس ممكن مثلا. برضو ان انا اخد الموضوع على محمل جد. يعني ما ينفعش مثلا الاقي بنوته عندها 12 سنه وبتقول لي انا عندي وجع في صدري بيسمع في ضهري، عندها ذبحه. ده احتمال ضعيف ان يبقى عندها بقى مرض في الشرايين نفسها، بيبقى اسمها التهاب في حاجه اسمها فاسكولايتس، التهاب في الاوعيه الدمويه، او نبقى عندها حاجه اسمها اللي هو الكوليسترول الوراثي. الكوليسترول الوراثي العالي بالوراثه بيعمل بريماتيور اثيروسكليروزس، بيعمل تصلب في شرايين مبكر جدا. ده حالات نادره مش كتيره، ده مش القاعده ان انا الاقي حد صغير ودي مالهاش علاقه بنمط التغذيه. لا، ده اصلا ده مرض، ده مش مرض، يعني خلل في التمثيل الغذائي ما بيستطيعش معاه اللي هو الاستفاده من الكوليسترول اللي في الجسم، بيبوظه، يعني هو ما بيعرفش يستغله كويس. بالمناسبه هو مش كل الكوليسترول ضار، يعني الكوليسترول في منه جزء مفيد للجسم وبيخش في تركيب هرمونز وبيخش في تركيب مواد كتير في الجسم، وفي الكوليسترول الضار اللي هو المفروض الكبد بيتعامل معاه عشان يخرجه. بيبقى في بعض الناس لو الانسان كل اكتر من اللزوم الكوليسترول الضار او الكبد بتاعه فيه مشكله ما بتعرفش تصرفه، بيبدا يتراكم على
جدار الشرايين او الاوعيه الدمويه، ويسبب اللي هو تصلب الشرايين، اللي هي طبقه معينه بتغلف الشرايين، اللي هو في الشريان المفروض مكون من 3 طبقات، طبقه خارجيه ووسطى وداخليه. هو المفروض التصلب الشرايين ده بيتم في الطبقه اللي هي الداخليه اللي هي المبطنه للشريان. طب يا ترى دي ليها علاقه بالوزن؟ عشان في ناس كتير بتقول لا انا جسمي مش مليان يبقى انا اكيد ما عنديش نسب من الكوليسترول. حضرتك هو الوزن الاوفر ويت او اللي هو الوزن الزائد، الوزن الزايد ده هو في حد ذاته عامل خطوره لحدوث شريان تاجي. لكن الوزن الزائد ليس بالضروره ان كوليستروله عالي. يعني ممكن نلاقي حد رفيع جدا جدا وكوليستروله عالي جدا، ممكن نلاقي حد ممتلئ جدا وكوليستروله ممتاز ونورمال و100 100. اللي وزنه زايد ده اساسا اكيد بياكل برضه حاجات فيها دهون. امال الوزن الزياده ده جه من ايه؟ ايوه كلام حضرتك مظبوط. الكوليسترول قلت لحضرتك انواع. يعني الدهون انواع، الدهون انواع. في انواع من الدهون، في كوليسترول مفيد وكوليسترول ضار. الكوليسترول الضار ده المفروض ربنا خلقنا نتخلص منه. يعني الطبيعي ان حضرتك تاكلي براحتك، يوم الجسم يتخلص من الاشياء الضاره دي ونخلص منها. في بعض الناس او في ان انت لو كلت زياده قوي مش هتقدر تتصرف فيه، او الجسم مش هيقدر يتعامل معاه، او ان انت عندك خلل معين في التخلص من الكوليسترول الضار، فبيبدا يتراكم على جدر الشرايين وبيسبب تصلب الشرايين. تمام. من هنا بقول لحضرتك ان اللي عنده وزن زياده اكيد بياكل زياده. فالمفروض يبقى فيه حمل زياده على الكبد، وبالتالي ما يتخلص من ممكن يكون هو بيعرف يتخلص كويس من ال LDL اللي هو الكوليسترول الضار، لكن مش بيعرف يتخلص من الباقي، لانه هو بياكل كتير، فبيروح يتخزن في جسمه في اماكن معينه، ممكن اللي هو في البطن او في مثلا. دي اكتر حاجه بتخزن دهون، وده اخطر دهون اللي في البطن دي. احنا عشان ما نخرجش بره موضوعنا، عشان الساده المشاهدين، احنا بنتكلم في الام الصدر. الام الصدر كنا بنقول ان ليها اسباب متعدده. الكوليسترول احد الاسباب الهامه. الكوليسترول احد الاسباب الهامه لحدوث امراض الشرايين التاجيه، اللي هي احد اسباب الام الصدر. طبعا ما هي دي الحاجه الشائعه عندنا في مصر اصلا. أيوة. دي يعني ده السبب الرئيسي عندنا. أيوة. يبقى هو دلوقتي راح لدكتور القلب، الدكتور القلب عمل له رسم قلب، 80% هيظهر في ايه او 20% مش هيظهر. طبعا اعمل ايه؟ الدكتور المفروض بيقوم بعمل ممكن موجات صوتيه على القلب ممكن يظهر فيها، اللي هي اسمها الايكوكارديوجرافي، او ان هو بيعمل حاجه اسمها رسم قلب بالمجهود. رسم قلب مجهود ان في مشايه كده المريض بيمشي عليها، وفي نفس الوقت بنعمل له رسم قلب، فبيظهر مع المجهود ده اذا كان في تغيرات ولا لا. ساعات كمان رسم قلب مجهود له احيان بيبقى سودو بوزيتيف او سودو نيجاتيف، يعني ان هو يبقى غلط طبيعي او غلط مرضي. ففي حاجه اكثر حساسيه اسمها المسح الذري على عضله القلب، ولدرجه ان احنا ممكن نوصل في التشخيص لحاجه اسمها القسطره التشخيصيه. ندخل بالقسطره عشان نستكشف ايه اللي حاصل جوه. القسطره التشخيصيه مش حاجه مخيفه زي ما اسمها، هي اسمها الناس على فكره هو بدا اعتقد ان انا ارى الان ان في واحد بيجي يقول لي اعمل لي قسطره عشان اطمن. هو مش للدرجه دي، بس ده معناه ان هو اطمأن وشاف حالات كتير عملت قسطره ما حصلهاش حاجه، فبدا الاحساس بكلمه قسطره بقت شائعه وما فيهاش مشكله. يعني الخوف منها يقل جامد او يقل بنسبه. يعني القسطره في القلب شبه المنظار الاستكشافي مثلا؟ اسهل من المنظار الاستكشافي. القسطره في القلب هنعتبر ان هي حقنه بنحقن بيها، القسطره التشخيصيه بنحقن بيها صبغه. الصبغه دي بترسم شرايين التاجيه اللي هي شرايين التاجيه اللي بتغذي عضله القلب، وبالتالي الشرايين دي بتبدا ان هي تتصور. نكمل ان شورت كده بقيه اسباب. احنا وصلنا لغايه القسطره عشان نشخص بيها اذا كان ده ذبحه ولا جلطه ولا. بعد كده في اسباب تانية زي اسباب المعده، وهو بقرص بيعالج الحموضه دي بيخف. اسباب تانية ساعات المعده ليها تاثير على الام الصدر. بتعمل الام صدر. المعده اللي هو ارتجاع المريء بيعمل الام تشتبه مع الام القلب بالظبط، والمريض يتخيل في الدراع وكل حاجه، وممكن في الدراع او في فم المعده او كده. بالظبط. والعكس يا فندم، يعني ممكن الم القلب يشتبه بقيء وبيشتبه بوجع في فم المعده، ممكن يشتبه في ذلك. تمام. في كمان اللي هو الحزام الناري، ده مرض جلدي.
وبيتعالج عند بتاع الجلد، لكنه بيجي المريض يقول لك انا هموت ووجع جامد جدا ووجع في الصدر، ويطلع في الاخر حزام ناري. ممكن يكون واحد عنده التهابات في عظمه، برد زي ما بيقولوا، برد في عظمه وهو يشتبه معاه. لكن ارجو الساده المشاهدين ما حدش يشخص نفسه ان هو برد، يروح للدكتور. يروح للدكتور. ليه بقى؟ لان البرد مش هيسيب جسمك كله ويجي في الناحيه الشمال بالذات او في نص صدرك، فخليك يعني عندك بعض الشيء من الفطنه واتجه للدكتور عشان هو اللي يقول يشخص. مش حضرتك يعني ما نحاولش ان احنا نقول ما عندناش حاجه وحاجات بسيطه لحد ما نلاقي ان احنا عندنا مشكله كبرت. احنا الاساس ان احنا نروح نطمن ونستبعد المشكله الكبيره، وبعد كده نشوف المشاكل البسيطه تتعالج بسهوله ان شاء الله. شكرا ليك يا دكتور، الدكتور احمد البربري، استاذ امراض القلب. شكرا كمان لكل مشاهدينا، واستنونا في حلقات تانية من خليك معانا.